السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير حبايبي وأصحابي ومتابعيني في كل مكان. النهاردة هشرح لكم اللوف وطريقة زراعته وطريقة كل حاجة عنه. خليكم معايا وتابعوا الفيديو للآخر. طبعا زي ما احنا شايفين كده اللوف النبات متسلق بيطلع بالمنظر ده. طبعا اللي انتوا شفتوه في الفيديو اللي هو اللوف الصغنن اللي انا جمعته ده اللي طاب لانه صغير وكان في مكان شمس، اما ده في مكان ظل عشان كده بيغيب على ما يستوي، وكمان وقت خروجه كبير جدا زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله، شوف حجم الكوزه قد ايه. طبعا انا هشرح لكم اللوف ازاي يكون جميل ويكون اللهم صل على محمد. بالصوم ده اهو، ده يعتبر يتقطف كده. هجمعه لكم، هوريكم الفرق ما بينه وما بين الابيض وما بين الاسمر في الفيديو. هتشوفوا دلوقتي حالا الوصف. طبعا زي ما قلت لكم هو بيتزرع ونبات متسلق. بصوا المنظر بتاعه، يقدر يتفرد على الجدران. انا كنت بطلعه فوق الجدار ده، كان بيبقى واخد الجدار ده كله، كان مش فيه باين اي شيء. لكن دلوقتي عشان بيبوظ الشجر خليته مفروض هنا على حروف الارض بالمنظر اللي انتم شايفينه ده. طبعا انا جمعت الكوز ده وجمعت كام كوز، وهبدا اقارن لكم بينهم دلوقتي في ايه الفرق ما بين الاثنين، وانه العملي وانه الافضل في الاستخدام. يعني انت ما بتستخدم الكوز الليف ده، ايه الافضل في الاستخدام؟ في كوز كمان اهوت شكله طيب، هشوفه كده ثواني. خلينا ده هنا في كوز اهوت شكله طيب، لا لسه اهو طيب برضو، فهو ينفع. بس مش عارف هو لا بايظ، ده دخل فيه ميه من المطره باظ للاسف. شوفوا ده كده باظ، دخل فيه ميه من المطره، ده كده باظ. لان المفروض الشتاء اللوف ما يلحقش الشتاء، لكن ده ما شاء الله اهوت. بصوا طبعا زراعه اللوف بتيجي منين هوريكم برضو دلوقتي في الفيديو. خليكم معايا ونتابع مع بعض، هنشوف التفاصيل كلها على اللوف وزراعته وطريقه زراعته وامتى بيتزرع. النهارده عن اللوف وعن طريقه زراعته وعن بيطلع فين. هنوريكم كل شيء عن التفاصيل بتاعه اللوف، ولكن خليكم في الفيديو للاخر. بصوا يا جماعه، اللوف ده نشف على عوده، نشف على العود ده. طبعا العود بتاعه اهو، العود بتاعه ده طبعا انتم هتشوفوا الفيديو تفصيل. ده نشف على عوده اهوت، فبيبقى بالشكل ده. بيبقى الابيض بتاع اللوف مش ابيض زهري زي ما انتم بتشوفوه في اللي انتم بتشتروه المحلات والكلام دوت. ده نشف على عوده. طيب ايه الفرق بين ده اللي نشف على عوده ده؟ طبعا كل البني ده اهو، ده نشف على عوده، هتلاقي نفس الكلام اهو، يكون شديد شويه في التقشير. وده ما نشفش على عوده، ده اخضر لسه. ولكن خليك قريب تحت، قرب مني شويه، قرب من قوي ها، تعالى بصوا ده ما نشفش على عوده. يعني انا طلعته نص سوا. ده ايه الفرق بين ده وده؟ ده لو اتغسل، انا هوريكم اهوت، عايز بس خليكم ايه تكونوا متابعين الوضع بتاع الليف، وتعرف انت لما تشتري ليف ايه الفرق بين ده وده. يعني ايه الفرق، وليه الليفه بتجيبها ما بتعيش شهر واحد وترميها في الشارع. ده ليف على عوده، وده ليف طلع نص سوا. انا بصوا طبعا ده اللي بنزرعه منه، اهو، ده الحبايه ديت اللي بنزرعه منها ده، تمام. وده اهو ده ناشف. بصوا بقى، ده بيتغسل بينزل ماده بيضه، هوريها لكم اهيت. لما بتنزل الماده البيضه ديت اهو، ده لما بيتغسل بيكون هش ويكون طري ويكون مش جيد في الغسيل. تغسل بيه مره والتانيه وتلاقيه ناعم، وبعد كده ما عادش بينضف، ما عادش بيطلع برميه. لكن ده بيفضل خشن شويه، وخصوصا لما تفتحه من جوه، وبيعيش معاك فتره كبيره لانه بينشف على عوده بالماده اللي انتم شفتوها في اللوف ده. طيب برضو نفس الكلام اهوت، ده نص سوا. بس طبعا ما ينفعش تجيبه اخضر خالص، مش هتلاقي فيه الالياف دي. لو انت قطعته اخضر زي ده مثلا، على كده احنا اهوت، ده لو اتقطع مش هتلاقي فيه الالياف ديت، هتلاقيه من جوه عامل زي الخيار بالظبط. ومن باب العلم بالشيء احنا بناكله. دول اسيا احنا بنستحمى بيه. دول اسيا بياكلوه. كنت في السعوديه، وكان الجماعه بتوع اسيا وشرق اسيا والهند
بيجيبوه وهو صغير شويه، هو لسه عامل زي الخيار وياكلوه. طبعا ديت ما بيبقاش لها عمرها طويل زي ديت، تمام. لكن ده اهوت اللي هو ينشف على عوده. لكن انا دلوقتي احنا في الشتاء واحنا مضطرين ان احنا نخلع اللي يبان قدامنا خد اللون البني، نخلعه ونعمله زي ده، وهنغسله بميه وننزل منه الماده البيضاء ونعمله. ليه؟ لان احنا في الشتاء مفيش شمس، فاللوف مش هيستوي، ولما الدنيا هتمطر لو دخل جواه ميه من فوق من البرعم من هنا باظ معاك الليف. طيب زراعه الليف ازاي يا جماعه؟ زراعه الليف زي وامتى؟ بص اهو، يفضل انك تجيب حبايه الليف اللي هي ديت الحبايه دي من كوز نشف، ويفضل انك ما تجيبش كوز صغير زي ده وتاخد منه الحبايه بتاعتها وتزرعها، لا هنجيب كوز زي ده بقى، ده الايه البرنس ده ما شاء الله يعني. بصوا ده اجملهم وده كبير، لما ده يعني ايه لو انت هتعمله في بيتك هيكون كبير خالص معاك ما شاء الله. تجيب كوز زي ده او اكبر من ده، عندنا هنا كتير ما شاء الله في اللوف من النباتات المتسلقه اهو. ديت كان هيسيبوا العفن بسبب المطره اللي نزلت الاسبوع اللي فات، فاجي تسيبه العفن، فانت هتضطر تغسله زي كده وتتك عليه في الغسيل هينضف معاك 100%. تعالوا اوريكم الحبايه اللب قد ايه. بصوا يفضل تجيب من حبايه زي كوز زي ده بس تكون نشف على ابوه او زي كده مفيش مشكله، تنشفها في الشمس وفي شهر 3 4 تبدا تزرعه. تزرعه ازاي؟ تعال ده طبعا كده اللوف معانا احنا خلصناه ما شاء الله. ده محصول النهارده من اللوف ده. اللوف ده نبات متسلق، تقدر تزرعه بينك وبين جارك، لو عندك جار لو بيربي فراخ، لو عندك حاجه قلقان منها السور مش مكتمل تزرعه بيقفل نهائي. ولكن لو في شجر تعالى اوريكم طريقه الزراعه ازاي. طريقه الزراعه بتيجي في الموسم شهر 4 كده اول الصيف، وبتزرعه بتحفر مسافه حوالي 3 سم 4 سم وبتحط حبايتين 3 4 مفيش مشكله. المهم انك بتزرعها في طاميه زي ديت او طاميه عليها رمل وتديها ميه وتسيبها. طيب طبعا ده يكون ناشف. طيب بعد ما بيطلع بيبقى عامل زي الفول ده، طبعا الفول اهوت لما بيطلع زي الفول ده باجي جاي انا بعد ما يكبر شويه كمان عن كده ابدا اعمل حاجه بنسميها بخله، بشيل الحبايتين 3 واخلي عود واحد فقط. والكلام ده بيكون مثلا كل مترين بتزرع نفس الطريقه ديت وهكذا. تعالى كده بوريهم ايه لما بتصلك ازاي. لما بتصلك بالمنظر ده، لو انت زرعه جنب شجر تاخد بالك اهو. شوف نبات متسلق وبيمسك ويلف على الحاجه اهو، يكون صعب جدا. لابد تنظف الحاجه من عليه عشان القصب مثلا ينفع اهو. شوف لو سبته على عود القصب يموته، لان هو بصوا ليه زي سوسته كده بيلف على الحاجه. هو نبات متسلق زي ما قلت لكم اهو. بصوا اهو شوف ماسك ازاي، تشيله من على الحاجه. تعالى اوريهم الكوز ده كده بسم الله ما شاء الله اهو، بسم الله ما شاء الله اهوت حاجه كده ايه، اللهم صل على النبي ما شاء الله. يا رب يكون الفيديو ده عجبكم ويكون افادكم واكون فدتكم. استنى عليكم في الكومنتات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده المنظر بتاعه، حجمه ما شاء الله متسلق زي ما قلت لكم، بيقفل الدنيا كلها اهوت ما شاء الله. اكتر من رائع بشويه، حاجه تحفه فنيه تقدر تقفل بيه بينك وبين جارك زي كده، او عندك السور مش كامل بيكمل الدنيا كلها وبيقفل معاك الدنيا كلها. السلام عليكم.